السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بأحوال الطقس في الجزائر. اليوم غد الثلاثاء 18 فبراير 2025 والأيام المقبلة بحول الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا. توقعات من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأحد 2 مارس 2025. إذا نستهل هذه النشرة بأحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الثلاثاء 18 فبراير 2025. نتوقع بحول الله الطقس سوف يكون صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية، مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة. بالنسبة ليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، للأسف النماذج العالمية ألغت الاضطراب الجوي، فعليه الاضطراب سوف يشمل فقط المغرب. إذا الطقس يوم الأربعاء سوف يكون صافي ومستقر إن شاء الله، وهذا الاستقرار سوف يستمر إلى غاية يوم الجمعة 21 فبراير. بعض الأمطار متوقعة يوم الخميس والجمعة على وسط الصحراء والجنوب الشرقي، والله أعلم. بالنسبة ليوم السبت 22 فبراير 2025، حسب آخر التحديثات للنماذج العالمية، تتوقع قدوم اضطراب جوي نشيط مساء يوم السبت، ويوم الأحد سوف يخص المناطق الشمالية بأمطار إن شاء الله، خاصة على المناطق الوسطى والغربية، وبأقل حدة المناطق الشرقية، والله أعلم. ثم يعود الاستقرار من جديد يوم الاثنين والثلاثاء 24 و 25 فبراير 2025، لكن استقرار مؤقت. حسب آخر التحديثات، يمكن أن تشهد مناطقنا الشمالية سلسلة من الاضطرابات الجوية بداية من يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 إلى غاية بداية شهر مارس، ويمكن أن تكون هذه الاضطرابات مدعمة بهواء بارد، أمطار، وأيضا ثلوج على المرتفعات العالية إن شاء الله. المدة لازالت بعيدة، نسأل الله الثبات ويعم الخير على بلادنا. عند اقتراب المدة سوف تتضح أكثر، وسوف نوفيكم بكل التفاصيل إن شاء الله. إذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.